النهارده عايز اتكلم معاكم على كتاب How to Steal Like an Artist. وهو كتاب مشهور قوي في الوسط الفني يعني. مش في مصر، بره مصر. هو جوه مصر وفي كل العالم يعني. واحد من البيست سيلينج بوكس في العالم. وهو كتاب معناه ببساطة ان انت ازاي تسرق من الناس التانيين. بس هو مش قصده السرقة بالمعنى الحرفي، مش جايين نسرق افكار. بس هو قصده ازاي انت تبتدي تاخد منهم افكار، ازاي تقدر ت... تتعلم منهم، ازاي تكتشف الفورمولا اللي هم بيعملوها بحيث ان الحاجات تبقى كويسة. وبالتالي انت مع الوقت تقدر تعمل فيديوز او كونتنت او كتابة او اي حاجة بشكل افضل وبشكل احسن. الكتاب متقسم كده لحبة نقط او حبة نصايح هو الكاتب اتكلم عليها. وانا بتفق مع معظمها. وفي حاجات ما اشتغلتش قوي معايا في حياتي يعني. ممكن تكون مشكلة فيا انا، بس يعني كده كده انا هقول لكم على كل الحاجات ان شاء الله. خلونا عشان ما نطولش في الفيديو، انا عايزه يبقى فيديو قصير، ما يبقاش فيديو طويل قوي، سواء يبقى 10 دقايق مثلا ولا حاجة، ولا 10 دقايق ربع ساعة. مش عايزين نطول اكتر من كده يعني. فهو اول نقطة بيقول لك اسرق زي الفنانين. فهو ببساطة بيقول لك انت مش محتاج تخترع العجلة عشان تعمل فيديو، او تعمل حاجة بوستر شكله حلو، او تعمل رسمة او خلفية او وات ايفر او انيميشن شكله حلو. انت محتاج تسرق من الناس. تسرق بان انت تتفرج على شغلهم بشكل كويس جدا، بحيث ان انت تقدر تتعلم وتفهم ايه الفورمولا اللي هم بيشتغلوا بيها، او ايه السر في ان الحاجات دي كويسة. لو انت عرفت ايه السر في ان الحاجات دي كويسة، فاعتقد او هو بيعتقد ان انت هتقدر تعمل الحاجات دي بشكل كويس. وفي الحقيقه انا بتفق معاه قوي في الموضوع ده. آه، خاصه ان انا يعني احد نصايحي يعني لما اي حد بيقول لي انا عايز اتعلم او عايز اتطور او عايز بقول له ما تجودش، يعني ما تعملش حاجه من دماغك. ودي اول حاجه يعني. او دي الطريقه اللي انت ممكن تكتشف بيها هو الشخص اللي عمل حاجه حلوه ده عملها ازاي. فلو انت خدت حاجه من عنده و آه، قررت ان انت تقلدها، ولنفترض ان هي شورت انيميشن، ورحت، او حاجه مثلا مش شورت انيميشن يعني اللي هو حاجه 5 ثواني مثلا ولا حاجه، قررت انك تعمل زيها بالظبط. انا شايف ان انت لو عملت زيها بالظبط، او قدرت توصل لنفس الفكره، او تعمل اللي هو فكره الريفرس انجينيرنج، هتفهم هو عمل ايه. سواء تكنيكال او بشكل فني، وليه هو عمل الحاجات دي. فبعديها لما انت يبقى عندك فكرة وعايز تعملها شبه نفس الحاجة دي، اعتقد ان انت هتقدر تحط فيها كمية من الحاجات اللي انت اتعلمتها بشكل كبير جدا. ممكن ما تطلعهاش من اول مرة شبهها. ممكن ما تطلعش حلوة زي ما انت كنت متخيل. بس غالبا في حاجة في اللي هي الايه الوصفة انت ناقصة بالنسبة لك، ومحتاج تتعلم اكتر بحيث ان انت تقدر توصل للوصفة دي. واعتقد ان معظم الناس بره، الناس الشطار يعني، كلهم كانوا سيلف ليرنرز واتعلموا بالطريقه دي. تاني نقطه، آه، هو بيقول لك ارمي نفسك في البحر. ودي بصراحه حاجه جميله جدا يعني. هو بيقول لك ما تستناش لحد ما تعرف انت مين و... وازاي انت بتشتغل وشخصيتك الفنيه والجو ده. لا، بص، ابتدي اشتغل، طلع حاجات وحشه، واكيد الحاجات دي هتتحسن مع الوقت تماما. وانا بتفق معاك تماما في النقطه دي، ومش محتاجه طواله يعني. الفكره بس ان انت لازم تستمر على ده، لان كل ما بتبراكتس اكتر كل ما بتكتسب مهارات اكتر. آه، هو بيقول لك اكتب الكتاب اللي نفسك تقراه. هو هنا بيتكلم على فكره ان انت لو عندك حاجه نفسك تشوفها، آه،
وحاجة أنت حاببها، فاعمل الحاجة اللي أنت حاببها دي آآ من غير ما تتقيد بحاجات تانية. أنا باشوف يمكن في الmarket آآ ده مش حاجة متوفرة أوي، ممكن تحصل في personal projects بس مش هتبقى حاجة تقدر تعملها في كل الشغل بتاعك، لإن في الآخر أنت عندك client والclient ده ليه حاجات معيّنة هو عايز يعملها، فتقدر تحط منها من اللي أنت عايزه الحاجات اللي أنت تقدر تعملها أو اللي أنت حابب إن أنت تشوفها تتناسب مع الclient. يمكن أكتر ناس باشوفهم عندهم الflexibility دي أكتر شوية هم الناس اللي بتشتغلوا في الdocumentaries والحاجات اللي هي المستقلة تمامًا يعني، أو حتى الناس الcontent creators لإن أنت في الآخر ما فيش rules أنت بتمشي عليها، أنت في الآخر بتطلّع الحاجة اللي أنت شايفها كويسة أو شايفها حلوة يعني. معلش أنا كاتب بس على النُقط عشان ما انساش نقطة يعني، فالأذان بس هاقطع الفيديو ونرجع نكمّل تاني. طيب نرجع نكمّل. آمم النقطة اللي بعد كده هو بيتكلّم على إن أنت تستخدم إيدك، في إن أنت لو بتكتب حاجة اكتبها، لو عايز ترسم حاجة أو تsketch في الأول، sketch على ورق أو كده. آمم يعني هو فكرته إن أنت الاستعمال الإيد ده وإن أنت يبقى معاك notebook وقلم ومش عارف إيه وبتاع، أعتقد إن في ناس كتير بتحب الطريقة دي، وبعد كده تبتدي تتنقل للحاجات الdigital أو الكمبيوتر أو كده يعني. أنا شخصيًا واحد خطي وِحِش، بصراحة ما باحبش الكتابة، فبالنسبة لي إن أنا أكتب على الموبايل دي يمكن تكون أسهل حاجة بالنسبة لي. حتى لمّا باجي أsketch حاجة أو كده باحس إن الوacom بالنسبة لي أسهل، لإن أنا عندي control Z عشان أمسح، باقعد أمسح ومش عارف إيه وبتاع، ده عايزة حد رايق شوية فممكن أعمل كده وأنا قاعد فاضي على كافيه والّا حاجة وقاعد بارسم وباقضّي وقت لطيف يعني. وإن كان ده مفيد يعني في تطليع الcreativity إن أنت تبتدي تشتغل من غير ما يبقى عندك أي قيود أو أي rules أو أي حاجة. آآ فأنا نُص، نُص مع النقطة دي. بيقول لك بقى إن المشاريع الجانبية والهوايات مهمة. حقيقة أنا شايف إن الهوايات آآ بتفصلك عن الشغل، وعن إن أنت قاعد على طول. ممكن تكون أنا هوايتي الرسم، بس هي تحوّلت لشغل، فأنا لازم ألاقي هواية تانية. ممكن يكون هوايتي إن أنا باحرّك أو باعمل أي حاجة، بس لازم أبقى باعمل حاجة تانية. ليه؟ لإن ده بيطلّعك برّه نطاق الشغل، والمُخ بيبقى محتاج يفصل من الحتّة دي، فبيرجع لنفس الحاجة بشكل fresh. أنت شخصيًا هتزهق. اسأل أي حد بقى له 10، 20 سَنة شغّال في الcareer يعني يقول لك أنا بييجي عليّا مراحل أنا مش طايق أفتح الجهاز أصلًا. بس ده بسبب إن هو مش قادر يخرج برّه، هو حياته مكرّسة لهذا الكمبيوتر وهذا الشغل وما بيعملش حاجة برّاها. ففكرة إن أنت تبقى بتعمل حاجة تانية كهواية ده بيفتح لك باب إن أنت تفضّي مخّك شوية و وبي بيفصلك عن حتّة إن أنت مغروس جوّه الشغل شوية، فبيفتح لك أفكار ويخلّيك تفكّر بشكل منفتح أكتر. بعد كده بيقول لك اعمل شغل حلو وشاركه. هو هنا بيتكلّم إن أنت ما تشيّرش حاجات بقى ومش عارف إيه وبتاع، لازم تعمل شغل حلو وبعد كده تشيّره عشان الشغل الحلو ده هو اللي هينتشر وهو اللي الناس هتشوفه وهو اللي الناس هتتفاعل معاه ومش عارف إيه وبتاع. أنا باختلف في النقطة دي خالص يعني. آآ لو أنا مستني إن أنا أعمل شغل حلو، فأنا عمري ما هاعمل شغل حلو. لإن أنت لازم تعمل شغل وتشيّر مع الناس وتاخد feedback وتستفيد من الfeedback والناس تقول لك ده وِحِش أوي، بُص الألوان هنا وحشة أوي، بُص هنا في مشكلة في الanimation، بُص هنا لو خدت هنا cut البتاع ده يبقى أحسن كتير، المزيكا مش لايقة، فاهم؟ يعني في 500,000 comment ممكن ييجي على الشغل
اللي مش حلو او اللي مش كامل او اللي هو مش موجود اصلا، مفيش حاجه كده. اي شغلانه يطلع فيها كومنتس يعني. فالفكره لا، انا ما بتفقش مع النقطه دي تماما. فكره ان انت لازم تعمل شغل حلو تشاركه مش عارف ايه وبتاع، لا، اعمل شغل. اعمل شغل ويبقى التارجت بتاعك ان انا بعمل شغل عشان اتحسن. فاهم؟ في ناس كتير جدا فنانين مشهورين يعني، وحد من الكونسبت ارتست الشطار جدا يعني، كان حد من اصحابي يعني بيتعلم منه وكده، فبيقول لي، بقول له انت ليه ما بتشيرش شغلك يعني؟ قال له عشان انا شايفه مش حلو، عشان هو لسه مش حلو. وان كان هو جامد تنين يعني فاهم، جامد بشكل مخيف يعني. بس هو شايف ان في ناس تانية كبيرة بتعمل او سابقاه، فهو شايف ان شغله وحش فهو مش عايز يشيره. في حين ان هو لا، انا شايف ان شغله كويس يعني. بيقول لك دلوقتي النقطة اللي بعديها ان الجغرافيا ما بقتش عائق. وان كنت انا برضه ما بتفقش معاه في هذه النقطة، لان طباع او العادات بتاعه المجتمعات مختلفة. فكرة ان بقى في انترنت والكونكشنز بقت هستيرية، وفي سرعات انترنت رهيبة، والناس كلها قاعدة على الفيس تايم وديسكورد وبنعمل كل حاجة وكلنا قاعدين في بيوتنا. بس انا شايف ستيل ان بره عندهم مثلا، يعني مثلا عندنا في مصر انا مش شايف ان الارت اندستري اصلا يعني. باستثناء الافلام والحاجات دي، وهي مش ارتستيك 90% منها مش حاجه ارتستيك اصلا. دي حاجه مقاولات يعني. هو كل فيلم كده الاكشن عشان الناس تخش وتتفرج ومش عارف ايه، حاجات بتخدم اهداف اجندات بقى او وات ايفر يعني. فاهم؟ وحاجات اللي هو الافلام كلها بقت مناظر، مفيش قصه اصلا. فاهم؟ نادرا ما بتلاقي فيلم فيه ارت اصلا، او حتى مسلسل يعني يطلع جامد وتتفرج عليه او كده. أه الحاجه اللي بعد كده بيقول لك خليك لطيف، خليك لطيف مع كل الناس لان الدنيا صغيره، وقالها كده بالظبط يعني. فقال لك هو فعلا الدنيا صغيره، وفكره ان انت تبقى لطيف مع الناس ده معناه ان انت بتبني كونكشنز مع الناس دي، وده بيفتح لك فرص. و... وانا بصراحه شايف ان دي نقطة صح جدا، فكرة الكونكشنز. حتى انا اخر بوست عملته على لينكد ان تقريبا كان بتكلم فيها على النقطة دي، وان لا، الكونكشنز دي ده بسم الله الرحمن الرحيم، ده اول حاجة بتجيب لك شغل، اول حاجة بتفتح لك باب. انا اول شركة نزلت فيها تريننج كنتش اعرف اي حاجة. طب مش كنتش اعرف اي حاجة، كنت مذاكر يعني، بس ما حدش عايز يشغلني لان ما عنديش اي اكسبيرينس يعني. فالشغل جالي من كونكشن، من حد من اصحابي. بيقول لك بقى ايه، هو فاضل نقطتين ونخلص. بيقول لك خليك ممل شويه. وهو هنا مش قصده ان انت تبقى انت شخصيا تبقى ممل، هو قصده ان انت خلي عندك روتين. وهو بيتكلم هنا على فكره ان كل الناس الناجحه او كل الناس اللي بتحقق بروجرس في حياتها، بتحس بتطور، بتحس باي حاجه، عندهم كوميتمنت، وعندهم نوع من انواع الديسيبلين لبلان هم حاطينها. فانت لازم يبقى يومك متخطط ازاي بيمشي، جزء لشغلك، جزء لمذاكرتك، جزء لاهلك و... والبيت، وجزء لهوايتك، وهكذا. ليه؟ عشان تبقى حياتك بالانسد. انا عارف ان هو الحياة مش بالانسد بشكل كبير يعني، بس على قد ما تقدر خليك كوميتد للسكادول بتاعك. حاول يتكلم بقى عن الابداع في البساطه والبتاع. انا بصراحه يعني انا حاسس ان ده يعني حاجه كليشيه كده. فاهم؟ مش لازم تبقى عامل حاجات خزعبليه و complicated جدا عشان تعمل فيديو حلو. بخلاف النقط اللي هو اتكلم فيها، الكتاب عايز يوصل رسالة ان انت حاول تتعلم من الناس على قد ما تقدر. ومش شرط ان انت تبقى كل حاجة اوريجينال 100%. كنت
اتفرجت على ميكنج لخورخي، هما بتوع اوردينري، فولك دول ولا فلوكس. آه، وكان بيتكلم، يعني جاب ريفرنسز وجاب حاجات وانا شفت كذا فجات لي فكره ان انا اعمل كذا وهكذا. فهو من الريفرنسز اللي هو شافها هو ابتدى يعمل حاجه جديده. كنت بتفرج برضو على في كورس اللي هو بتاع سكول اوف موشن بتاع illustration فور موشن. معرفش ناس كتير مش بتحبه، بس انا شايفه كتاب مفيد قوي. سوري، او كورس مفيد قوي، بسبب ان هو سارة بس فيه بتتكلم على البروسيس بتاعها اصلا. هي مش جايه تعلمك illustration، هي جايه تعلمك ازاي تفكر. فيمكن من الحاجات الحلوه اللي هي عملتها فيه ان هي ورتنا ازاي ده بيتعمل. فهي جابت عندها تاسك معينه، فقالت خلاص انا محتاجه احط كذا وكذا وكذا في الفريم. حلو قوي، طب اعملهم ازاي بقى؟ طيب انا هروح ادور على ريفرنسز، فجابت 4 5 ريفرنسز كده. كان في ريفرنس كده عاجبها فيه الالوان، في ريفرنس كده عاجبها فيه ازاي الباك جراوند والحاجات اللي موجوده في الباك جراوند ومش عارف ايه، وريفرنس تاني كان عاجبها اللاينز بتاعت الرسم والحاجات دي. فقررت ان هي تعمل ميكس، مكست الحاجات دي مع بعض بس زي ما بنقول كده. وفي النهايه قعدت تجرب كتير طبعا لحد ما الميكس ده ظبط. وبالتالي هي مش حاجة اوريجينال 100%، هو خدت افكار من حاجات تانية، بس في النهاية مفيش حاجة شبه اللي هي عملته. فاهم؟ مش عشان هو الكونتنت مختلف، لا، عشان هي خدت كالرز من حتة، خدت الالستريشنز من حتة، او ستايل الالستريشنز من حتة، وهكذا. ف في النهاية هي عملت ميكس لطيف، وهو دي الفكرة المجملة للكتاب. اتمنى ان الدردشه دي تكون عجبتكم يعني. ولو عاجبين ان احنا نعمل، لو حابين ان احنا نعمل فيديوز تانية من الفيديوز دي تمام. مش شرط كلها تبقى عن كتب او كده، ممكن تكون عن experiences او اي مواضيع انتوا حابين نتكلم فيها. شكرا، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.